سر السعادة في الرضا بالمقسوم، ان انت تبقى راضي باللي ربنا قسمه لك، وان انت تبقى راضي باختيارات ربنا ليك. كان دعاء سيدنا علي رضي الله عنه: اللهم اختار لي ولا تخيرني. فاللي ربنا بيختاره لك خير، وما ترضى عنه هتبقى سعيد. طول ما انت ناقم على اللي ربنا بيديهولك عمرك ما هتبقى سعيد. انت مختار حاجة وربنا مختار لك الاحسن، انت مش عارف ان هي الاحسن، فانت متمسك باختيارك. انا عايز دي، زي العيال الصغيره بتمسك باللعبه: انا عايز دي، انا عايز دي، انا عايز دي. ما هي يمكن فيها شر ليك فربنا بعيدها عنك، يمكن الحاجه اللي انت عايزها دي فيها شر ليك فربنا بيبعدها عنك. لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقرب حاجه من الانسان بتلاقي الامور متسهله ومتيسره، لكن لما بيعوز يبعد حاجه عن الانسان بتلاقي الدنيا اتصعبت. فمش معنى اتصعبت ان هو مش راضي عنك او ان هو مش عايز يديلك، مش هيديلك ليه؟ لكن هو مختزل لك حاجه احسن. فدايما ارضى باللي ربنا عطوهولك، هتكون اسعد الناس والله. اللهم اجعلنا من الراضين يا رب العالمين، ويتوب علينا ربنا.